عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا مع بعض كيكه بارده بالفراوله، شبه شويه التشيز كيك ولكن مختلفه شويه. راح نشوفوها مع بعض. في المقادير راح نحتاج اولا للطبقه الاولى بيضه واحده، نصف كاس من السكر، هذا الكوب اللي قست به الحليب تاع 240 ملل، نصف كوب من الزيت، كوب من الفرينه او الدقيق، نصف كوب من الحليب، عندي علبة من السكر بالفانيلا سكر فانيي، عندي ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات ومبشور الليمون. نبدأ إذن على بركة الله. بسم الله. هنا في البول رايحة نكسر البيضة. بسم الله. نضيف كوب من السكر مع سكر بالفانيلا، هنخدمهم جيدا بالفوي حتى يبدا هذا الخليط يبدا يولي أبيض. سأضيف نصف كوب من الزيت ونصف كوب من الحليب، مبشور الليمون، نعاود نخلط جيدا الكل ونكمل بالفرينة. بسم الله. مع خميرة الحلويات أو البيكنج باودر، ونعاود نمزج جيدا الكل مع بعض. وهنا رايحه نفرغ هذا الخليط في هذا القالب. استعملوا اي قالب عندكم واي قالب تحبوا الشكل ديالو. هنا فقط هذا القالب درت له ورق الالومنيوم باش نضمن باللي خليط الكيك ما رايحش يخرج لي في الفرن، ودهنته كذلك بالقليل من الزيت باش ما يلصقش. اذا رايحه نكمل نفرغ وندخلوا للفرن اللي كنت سخنته من قبل على درجه حراره 180. لتحضير الطبقة الثانية التي هي عبارة عن موس الفراولة، ولكن راح تكون غنية أكثر لأن راح نضيف لها الجبن الكريمي. سأحتاج إلى كاس إلا ربع من الفراولة تكون مطحونة، نصف كأس من الحليب البارد، كأس إلا ربع من بودرة شانتي يعني نفس المقدار، وأحتاج إلى علبة من الجبن الكريمي. أنا هنا استخدمت كيري، العلبة فيها 200 غرام. نبدأ إذن على بركة الله. اولا ساضع عصير الفراوله بسم الله مع بودره شانتي، نضيف له الحليب البارد ورايحه نخفقهم جيدا بالباتور حتى نتحصل على كريمه تكون يعني قوامها يكون املس وتكون كريميه. هنا فقط ملاحظه، عصير الفراوله لازم يكون بارد، يعني ضروري يكون بارد مثل الحليب حتى تطلع لنا الكريمه. هنا رايحه نخفق ايضا الجبن بدون اضافه اي شيء حتى نفتحه شويه. اصبحت عندي الكريمه جاهزه، تصبح بهذا القوام. يعني حنبدا نضيف الان الجبن اللي خفقته ايضا بسم الله، ونخلط من الاسفل الى الاعلى حتى ندخل جيدا الجبن مع الكريمه ويصير عندي خليط متجانس هكذا فقط غير بالعقل. هنا بعد ما نحيت هذه الكيكه من الفرن ها هو الشكل ديالها، حطيتها في طبق التقديم. حنرجع لها القالب من الفوق ونحط مباشره من الفوق لاموس اللي درنا. هاد لاموس هذه الوقت اللي الكيكه كانت طيب فيه وبردت لازم تبرد تماما باش ديروا من الفوق هاد لاموس. حطيتها في الثلاجه، ما خليتهاش في المطبخ لانه الجو حار، فلازم تحطيها في الثلاجه. بعد ذلك خرجيها وعمري بها هذه الكيكه، نعمرها مليح. وهنا اذا رايحه نسويها مليح بلا سباتول حتى نتحصل على طبقه تكون بنفس الحجم. بعد ما عمرت الكيكه بموس الفراوله رايحه ندخلها للثلاجه ونخليها تريح مينيموم على الاقل 6 ساعات. اذا قدرتوا خلوها ليله كامله، او اذا ما قدرتوش خلوها 6 ساعات على الاقل. بعد ذلك نشوفوها في شكلها النهائي. ها هي التحليه اللي حضرت معكم اليوم. بعد ما نحيتها من المول ديالها انا خليتها في الثلاجه ليله كامله، قد ما تخلوها قد ما تكون احسن يعني. بعد ذلك مررت عليها السكين في الجوانب ونحيتها بالعقل. زينتها بالقليل من التوت الاسود والقليل من الفراوله اللي كنت زينتها ايضا بالشوكولا. فنتمنى تنال اعجابكم. تحليه رائعه جدا خصوصا لشهر رمضان الكريم. رايح نقسم لكم منها طرف باش تشوفوها لداخل. ها هو شكلها من الداخل، تجي رائعة جدا. طبقة تاع الكيكة وطبقة تاع لاموس
فعلا ممتازة ورائعة لشهر رمضان الكريم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، واذا عجبتكم ما تنساوش كالعادة ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم وتشاركوا في القناة ولا ابونيفو اما شين باش يصلكم دائما الجديد. والى وصفة مقبلة ان شاء الله، والسلام عليكم.